جريدة النشرة. السلام عليكم. عثمان محيش مندوب ديال الوزراء بشان القطاع ديال امانديس طنجه. هذا الاحتفال في هذه السنه هذه كيجي في واحد الظرفيه اجتماعيه اللي صعبه كيعيشها المواطن بشكل عام والمستخدم بشكل خاص، واللي وقعت فيه واحد الهجوم على القدره الشرائيه واضعاف القدره الشرائيه ديال لا المستخدمين ولا المواطنين بشكل عام. وكان وقع لنا واحد الحيف فيما يخص التعاضديه اللي ضربت لنا واحد المكتسب من المكتسبات التاريخيه ديال الشغيله ديال قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمغرب. السلام عليكم. محمد بوشمال، نائب الكاتب العام لنقابة مصنع رونو طنجة. اليوم في الحقيقة كنخلدوا الذكرى ديال فاتح حماي في ظروف ولله الحمد ظروف شتوية نقدروا نقولوا صعيبة، ولكن هذه هي طبيعة النضال. اليوم حنا في مسيرتنا لربما مركزين على ثلاثة ديال النقاط. هو أننا رافضين مجموعة ديال القرارات اللي جات بها الحكومة، خصوصا فيما يخص قانون الإضراب وفيما يخص كذلك مراجعة سن التقاعد، وهذا اللي ما كيتماشاش مع متطلبات الطبقة العامية. كذلك عندنا مطالب اللي هي كتبقى مطالب أساسية، وهي زيادة معقولة تكون في الأجر، وكذلك بالنسبة لنا كيبقى الضريبة اليوم كتبقى مرتفعة جدا. تحية كبيرة للصحافة الجهوية والوطنية والمحلية، وتحية كبيرة لهذا الصحافة المتمثلة في النشرة. احنا كنتواجدوا الآن في شارع محمد الخامس، كنحيوا هذه التظاهرات الأممية فاتح حماي باش نزيدوا نأكدوا على الاحتجاج ديالنا على التسويف والتماطل، تحقيق المطالب ديالنا من طرف الحكومه ولا الوزاره الوصيه، وزاره الداخليه ولا وزاره النقل. وعندنا مطالب عبرنا عليها ونزلناها في هذا الملف المطلبي، ولكن كيتم واحد التجاهل، واحد الاقصاء. ما عرفناش وهادشي ماشي في صالح لا المجتمع المدني ولا في صالح المسؤولين هذا على الوزاره والحكوميين ككل. السلام عليكم. محمد العرود، مساعد تقني، كاتب اقليمي للمساعدين التقنيين سابقا، الان مساعد تربوي. كنستنكروا الطريقه لادماج هذا الفئه في النظام الاساسي لوزاره التربيه الوطنيه، دمجونا بصفر درهم. حنا كنا طالبين بالسلم التاسع بالاثر الرجعي، لهذا كنطلبوا من الحكومه تسرع في هذا الامر. هذه كانت وعدات الحكومه مع النقابه السابقه والحكومه بانها تحسن في الدرجه الرابعه والخامسه. دابا هذه الفئه الوحيده اللي عندها 5 درجات. كلمة ديال الأمانة العامة يلقيها الكاتب الجهوي الأخ علي عبد الصدى. نلتقي في هذا اليوم الأمر لنخلد عيدنا الأممي مع كل الكادحين العالم. نلتقي من جديد كما دأب عليه الاتحاد المغربي للشرب على مدار 63 سنة. نلتقي في تظاهرتنا ومسيرتنا لنجدد عهدنا ونؤكد تلاحمنا
وتضامننا ووحدة صفوفنا. السلام عليكم، معكم ياسين بن سليمان، الكاتب الاقليمي للجامعه الوطنيه للتعليم المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في طنجه قصيره. اليوم كنحتفلوا بعيد الاممي اللي هو فاتح ماي، بعيد المراره كقطاع ديال التعليم. كنعتقدوا على اننا تقصينا من هذا الحوار، واننا لم ندرج في هذه الزياده اللي هي زياده عامه. وبالنسبه للنساء ورجال التعليم هما اللي ادوا ضريبه غاليه من اجل هذا النضال، اكثر من 12 مليار ديال الاقتطاع بالنسبه للنساء ورجال التعليم. ثم هناك توقيفات، ثم هناك محاكمات، وهذا يزيدنا شرف ان النساء ورجال التعليم هما في المقدمه ديال النضال. وفي نفس الوقت ما يمكنش تقسونا، وما يمكنش تخرجونا نهائيا، ولو انكم انتم عارفين على ان العداله الاجريه كتطلب علينا ضروري نرفعوا من رجل التعليم القدوه. جريدة النشرة.